السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم معانا في فيديو جديد على قناتنا قناة موكا تشانل. إن شاء الله بإذن الله تعالى في الفيديو بتاع النهاردة جايبين مع بعض منتجات مصرية 100% وبديل للمنتجات المستوردة. منتجات مصرية جميلة جدا، سواء كانت شوكولاتة بيضة أو شوكولاتة بندق، وكمان زبدة الفول السوداني. وإن شاء الله من خلال الفيديو هنشوف كده مميزات الأنواع اللي معانا ديت، وأقول لحضراتكم على الأسعار بتاعتهم إن شاء الله كمان في نهاية الفيديو. بس كالعاده في بدايه كل فيديو بطلب منكم دايما ان انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول منتج معانا النهارده هو لازيت روشيه. دي نوع شوكولاته، شركة مصرية 100% بتصنع المنتجات بتاعتها من الشوكولاتات. في أنواع كتيرة جدا جدا من الشوكولاتة ديت. دي شوكولاتة روشيه اللي هي من الفيرو روشيه. طبعا المستوردة احنا عارفين سعرها غالي جدا، لكن دي المصري منها. والشوكولاتة دي بالبندق، وفيها كمان اللي هي قطع كريسبي، اللي هي القطع اللي بتبقى جوه البسكوت اللي هي بتبقى بتقرمش دي، موجوده برضو فيها. طعمها جميل جدا جدا جدا، يعني من المنتجات المصريه بجد الحلوه قوي. ولاكتر من حد شفت لهم فيديوهات وقررت ان احنا نجيبها ونجربها، وفعلا الحمد لله النتيجه بتاعتها طلعت اكتر من ممتازه. وهي الشركه اسمها شركه لازيت، بتنتج اكتر من 6 أو 7 انواع شوكولاتات، وادي تاريخ الانتاج بتاعها كمان محطوط عليها. المنتجات دي كلها انا طلبتها من امازون، فالكود بتاع امازون اهو كمان موجود، وهقول لحضراتكم على الاسعار بتاعتهم واسيب لكم ان شاء الله اللينكات بتاعهم تحت في الديسكريبشن. تعالوا كده نفتح العلبة. طبعا العبوة دي كيلو، 1 كيلو كامل او 1 كيلو صافي، لان في عبوات بتبقى 900 جرام، لكن اللازيت دي 1 كيلو صافي. في منها شوكولاتة السادة، وفي منها شوكولاتة بالبندق، وفي الروشيه، وفي منها اكتر في شوكولاتة كمان بالفستق اللي هي البيستاشيو. في منها انواع كتيرة جدا يعني. فتعالوا كده نفتح مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، شكلها تحفة، شكلها جميل جدا جدا. القوام بتاعها كمان ممتاز. ولو جربنا كده مع بعض اوري لحضراتكم كده بالمعلقة، شكلها تحفة. وكمان يعني انا بسجل الفيديو بعد ما كنت جربت الحاجات دي بالفعل. فعلا من اجمل الشوكولاتات او من اجمل الشركات المصرية. بصوا يا جماعة القوام بتاع الشوكولاتة عامل ازاي. القوام بتاعها ما هيش خفيفة، ما هيش مية، ما هيش سائل، لا في قوام، وفي زي ما حضراتكم شايفين كده قطع بندق وقطع كمان كريسبي اهي ظاهرة اهو. كمان بحاول اوريها لحضراتكم في المعلقة، قطع بندق كتير جدا جدا في الشوكولاتة دي. وكمان فيها كده قطع الكريسبي اللي هي ايه، اللي هي بتقرمش كده مع الشوكولاتة زي الويفر كده. حاجة بصراحة تحفة، وطعمها أجمل ما يمكن. الشوكولاتة دي رقم واحد أرشحها، وأرشح الشركة دي لأي حد عايز يجيب شوكولاتات، سواء كان بقى عايز يعمل في البيت سندوتشات، أو يعمل يحطها على الحلويات، أو يعملها على وافل زي ما احنا هنعمل كده في الفيديو ده إن شاء الله بإذن الله تعالى. وده السبب اللي احنا جبنا بيه الشوكولاتات دي، ان احنا عايزين نعملها على نجرب مكنة الوافل ونحط الشوكولاتات دي عليها. طبعا النوع التاني شركة ماكستيلا، شركة مشهورة قوي، ودي وايت شوكليت او شوكولاتة بيضة. برضو العبوة الشركة دي من الشركات المصرية المشهورة جدا، وموجودة في مدينة بدر. لازيت موجودة في البحيرة، دي موجودة في مدينة بدر. وهو بوري لحضراتكم حتى الإنتاج، شوكولاتة 100% مصري، بديل المستورد. اللي حابب ان هو يوفر فلوس كتير قوي ويجرب منتج مصري يكون كويس، ويكون الماتيريال بتاعته الى حد ما ممتازة. تاريخ الانتاج موجود عليها، تاريخ الصلاحية وتاريخ الانتهاء موجود على العبوة. بس العبوة دي الوزن بتاعها الصافي 900 جرام، ده الوزن بتاعها. تعالوا كده نفتح برضو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف كده مع بعض. فتحنا اهو العبوة، ما شاء الله شكلها برضو لطيف جدا. اخف شوية من الشوكولاتة اللازيت، يعني سائل الى حد ما، بس ممكن ده برضو بحكم درجة الحرارة او بحكم الطريق، لان انا طالبها من امازون، فممكن يكون بسبب الطريق. بس طبعا هي اخف شوية من الشوكولاتة اللازيت. ودي برضو هتبقى حاجة كويسة جدا في الدهن، لو في مثلا هنحطها في سندوتش او حاجة، هتبقى دي اسهل كتير في الفرد في السندوتشات اكتر من البلاك شوكليت. بس طعمها حلو قوي، وقوامها كمان جميل يعني، وريحتها لطيفة جدا يعني، وطعمها حلو قوي يعني، عجبتنا جدا
الوايت شوكليت دي، وبرضه منتج من المنتجات اللي تستحق فعلا ان احنا نجيبها ونجربها من شركة ماكستيل. طيب الحاجة التالتة اللي كانت موجودة معانا وهي زبدة الفول السوداني، ودي قعدت ادور عليها واعمل عليها سيرش كتير، لقيت افضل سعر ليها من شركة ابو عوف. طبعا احنا عارفين ابو عوف مشهور بالقهوة ومنتجات كتيرة جدا جدا بيعملوها، بس احنا جبنا زبدة الفول السوداني او البينات باتر من شركة ابو عوف. بصراحة حاجة جميلة جدا ومنتج من المنتجات الممتازة، ومية في المية في زبدة الفول السوداني ما فيهاش فيها سكر، وما فيش فيها كمان منتجات حيوانية فيجن، يعني للناس النباتيين ياكلوا منها، كويسة جدا. تاريخ الانتاج تاريخ الانتهاء برضو موجودين على العبوة، والعبوة دي 330 جرام تقريبا، 330 جرام. وهقول لحضراتكم على الاسعار كلها دلوقتي. تعالوا بس نفتح مع بعض كده ونشوف القوام بتاعها وشكلها عامل ازاي. طبعا برضو صنع في مصر، منتج مصري زي ما حضراتكم شايفين من خلال الفيديو. تعالوا كده نفتح. وهي طبعا صاحب المناسبة إنتاج الشركة الدولية، ودي موجودة في المنطقة الصناعية في بورسعيد. ده المنتج اللي موجود معانا. نفتح كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي متغلفة، وبصراحة أمازون ما بيتوصوش يعني في التغليف. تعالوا كده نفتح مع بعض العبوة. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو شكلها لطيف وريحتها حلوة قوي. القوام بتاعها إلى حد ما يعني ممكن خفيف من فوق، بس مع التقليب كده بيبدأ القوام يتقل، ودي برضو حاجة كويسة جدا في الفرد على الساندوتش. هتبقى أسهل كتير من الشوكولاتة الأولانية بتاعت لازيت، لأن فردها هتتعبنا شوية، لكن ريحتها حلوة قوي، وكمان طعمها جميل جدا ما شاء الله. زبدة الفول السوداني دي كده المنتجات اللي كانت موجوده معانا واللي احنا جبناها وحبينا ان احنا نجربها مع بعض. تعالوا اقول لحضراتكم على الاسعار بتاعتهم. بالنسبه للروشيه كان سعرها وقت تسجيل الفيديو 185 جنيه، ده كان سعرها وقت ما طلبتها من على امازون، وممكن نلاقي كمان السعر اقل من كده او ازيد من كده على حسب الوقت اللي بنشتري فيه. بالنسبه للماكس ستيلا ال 900 جرام كانت سعرها عامل 140 جنيه، ده كان برضو وقت تسجيل الفيديو. اما بالنسبه لي زبده الفول السوداني من ابو عوف فكان سعرها 80 جنيه وقت تسجيل الفيديو وقت ما طلبنا المنتج. ده كده بالنسبه للاسعار بتاعه الثلاث منتجات، واللي من خلال الفيديو بنقول وبنشجع دايما ان احنا نشتري المنتجات المصريه والمنتجات. بجد احنا عندنا في بلدنا منتجات جميله جدا جدا وشركات ممتازه تقدر تنافس المستورد كمان. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا دايما نحاول نقدم لكم محتوى كويس ونساعدكم بالفيديوهات اللي احنا دايما بنقدمها. وكالعاده في نهايه كل فيديو بطلب منكم دايما ان انتوا تدعمونا على قناتنا من خلال ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وادخلوا على القناه عندنا هتلاقي فيديوهات كتيره جدا ان شاء الله باذن الله تعجبكم. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.